الأخ خالد من الرياض قبل مداخلة الأخ اللي قبل شوي. وحقيقة لما يتطرق لقضية الكذبي هذه اللي رفع الحصار عن ليبيا، هذا الزعيم الذي لا أعلم حقيقة سادتي الكريمة، هذا الرجل الذي يعني مغرم لو سمحت، الكلام الذي يعني تتفوه به غير مسموح، الإساءة إلى رؤساء الدول غير مسموح بهذا الكلام، يعني بهذه الطريقة من الكلام. حقيقة سادتي الكريمة، عفوا بالله، عفوا علي. حقيقة خادم الحرمين حفظه الله هو أصبح الآن ولا زال منذ القدم أخوانه البررة رحمهم الله كانوا زي ما تقولين الأب الحاني لهذا الزعماء الذي يعني حقيقة بالله عليك يعني سؤال أود أن أطرحه لك. جزر القمر الصومال تعيش حروب ويستدعونها للقمة بذمتك، يعني كإنسانة متفاهمة وإنسانة تفهمين في السياسة، ماذا يعني تستفيدين من هذه الدول الذي ليس له خير في أهله، ليس له خير في الناس يا أختي؟ يعني أنت يعني ضد أن تحظر جزر القمر والصومال القمة العربية؟ هذه الدول تعاني من مشاكل، يعني الدول التي تعاني من المشاكل يجب ألا تحظر القمة العربية يا مغرم؟ أم لأنها فقيرة ماديا وشعبها لونه أسود يجب أن لا يحظر يعني؟ أستاذتي الكريمة، سوريا العروبة وسوريا الأسد وخادم الحرمين وسمو الشيخ الكريم حمد، وأضف لهم القادة العرب جميعا، أنا لا أستثني شخص بعينه، ولكن حقيقة تقال أستاذتي الكريمة الذي ليس له خير في أهله. يعني كيف لم أفهم بأنه الذي ليس لديه خير في أهله، عن من تقصد أو من تقصد؟ أقصد أقصد بعض الرؤساء الدول، وأنا أمشي على كلامك احتراما لك واحتراما للقناة العظيمة واحتراما للبرنامج. أنا لا أعطي دولة بحد ذاتها، ولكن أنا أريد منك أن تسمي حتى يعني أفهم الفكرة. يعني أنا أفهم بأنك قصدك ربما الصومال وجزر القمر، يعني أنا أعتقد هذه الدولتين. أنا مخطئة بذلك؟ الصومال وجزر القمر وليبيا. يعني مغرم، أنت لا تريد أن لا تحضر هذه الدول لأن لديها مشاكل. الصومال لديها مشاكل، ليبيا ما هي مشاكلها؟ ذلك عفوا أستاذة كريمة، يعني أضيفي هذه معلومة جديدة، يعني معلومة أكيدة. ليبيا تعاني من صراعات بين الفصائل داخل. يعني مغرم، حتى لو كانت تعاني من خلافات ونزاعات وإلى ما هنالك، يعني ما الضير بأن تحضر؟ يعني كل هذه الدول لديها مشاكل، يعني ما شاء الله، مشاكل داخلية ومشاكل خارجية وهموم، يعني ما الضير؟ يعني على كل دولة عربية لديها مشاكل يجب أن تنسحب من جامعة الدول العربية. إذن يعني إذا قلنا هذا الكلام لا داعي لوجود الجامعة العربية، لأن كل هذه الدول لديها هموم ومشاكل. نعم، ما رأيك؟ ألو. نعم مغرم. حقيقة أستاذة كريمة، أنا لا أقصد يعني خروج تلك الدول من من جامعة الدول العربية، ولكن ما أود الحديث عنه وما أشير عنه، وزبدة الموضوع بمعنى الأصح أن الزعيم الليبي ومن أعوانه يعني مغرم، يقولون لي بأنك يعني تسيء إلى يعني رئيس دولة وهو الرئيس الليبي. مغرم، احنا يعني يوم يتصل أي شخص ويسيء للملك يعني وتخرج ربما هذه الكلمات على الهواء، أنتم تنزعجون في المملكة، فإذا كما أنتم تنزعجون أيضا الليبيين يعني ينزعجون. مغرم، أنت ما زلت يعني مستمر، وأنت كما يقولون لي يعني تشتم
على العقيد الليبي وليس فقط تسيء له، يعني كما أنتم تنزعجون في المملكة إذا أحد ربما انتقد السياسة السعودية، أيضا هناك أناس ينزعجون إذا انتقدتم سياساتها وقادتها. فأرجو أن يكون هذا واضح للجميع. ويا مغرم، نحن نتقبل منك آراء وأفكار وليست هذه الكلمات. لا تقاطعيني كيف لا أقاطعك؟ أنت تشتم رئيس دولة أخرى، تريد أن يعني لا أقاطعك وأن يخرج كلامك على الهواء. يا أستاذة يا غالية، يا أستاذة يا كريم. مغرم أنت مصر ربما. شكرا لك. كنت معي من السعودية ومعي الآن من دمشق أبو خطاب.